الحمد لله منزل القرآن موفق المحسن للإحسان. يا سعد من أشغله الكتاب لم يثنه عن عزمه الصعاب. فكر في دار عظيم هولها ومال عن دار شديد غولها. أيقن أن الموت حاد الروح لا بد من توبته النصوح. فراح يتلو خاشعا من حفظه مزينا بالصوت حسن لفظه. مشتغلا به في كل آن صيانة له عن الخسران. فهو ينميه بصدره على تذكاره في جوف ليل إذ خلا. وحاز تاج الحفظ عند ختمه متوجا لوالد وأمه. فالوالدان لبسا تاجا به نور النجاة مشرقا لصحبه. والأجر عنده مضاعف إذا جاء الكتاب شاهدا له ضياء. كذاك من قد أسس المقر لله ذره أثيب أجرا. قد قدم الخير إلى الإخوان وباع دار اللهو بالإحسان. أبدل دار العرس في دار الهدى كم فوج علم في زواياها اهتدى. مقرها وقف البصيل ذي الهمم عام 8 فوق عقدين فتم. هو الفريق أسس الدار لنا نجل البصيل ليس يخفى عندنا. بل شمسه في كل قطر تلمع يثني عليه الكل فيما يصنع. فهو لها راع مع الجمعية تنافس في البر والخيرية. كذاك أهل الدار من تفانوا في بذلهم للخير حتى عانوا. ندعو لهم بالعون والثواب وأن نثيبهم حسن المآب. نخص بالدعاء أم هيثم فجهدها في الدار لم يذمم. الكل يثني شاهدا بدورها في الدار في نشاطها وطورها. حتى غدت حصنا لهم حصينا تنتج من حفاظها المكينا. فيها 300 طموح مجد العلا في ذهنها يلوح. في دفعة ثالثة نشهدها بالجد والحزم كما نعهدها. تعدادها 10 بالامتياز حزن المنى بالحفظ واجتياز. خذها بترتيب على اتساق منها 8 حازت السباق. عدل وعزة وقبل حصة عائشة ثم رؤى وعبلة. وديان وانبط وهاجر أتت من بعدها لؤلؤة فكملت. في 1 ونصفها الحفظ لمن تقدمت أو 2 أتمما. هذا وصلى الله رب الناس على نبي زاكي الأنفاس